واش الخوت واحد السلام عليكم. القصه ديالهم هي واحد خونا من التشرد والضياع اللي ولا مليونير. خليكم مع القصه. هاد خونا الاسم ديالو هو كريس، من مواليد 1954 9 فبراير، اللي تزاد في واحد المدينه في سميتها مليوكي، ولايه ويسكونس في امريكا. وهاد كريس الخوت عاش واحد الطفوله ما نعاود لكمش، واحد الطفوله معذبه. وكان الزوج ديال الام ديالو دائما معدي عليه، دائما كيضربوا. واحد النهار الخوت غادي تسجل الام ديالو ظلمان. داكشي اللي خلاهم الخوت يتشرد هو والاشقاء ديالو. من تما غيديهم لواحد الخيريه، الى انه غادي ينوض وغادي يهرب لهم من الخيريه. فهمتي، وحاول يقلب على مستقبل، دائما تيفشل. هادشي اللي خلاه يدخل في واحد الدوامه ديال شرب الكحول، الضياع، والتعرض للاستغلال بزاف. وداكشي اللي خلاه كريس هذا انه ينضم لواحد الشركه ديال التداول ديال العملات، واخا ما عنده تما ياكل، واخا مشرط في الزنقه. وكان دائما تينعس في الزنقه، تينعس في المحطه ديال التران باش يمشي يدير هذاك السطاج اللي كان عنده. حيتاش دائما كان تيامن انه خاصو يتحرك على قبل المستقبل ديالو. هذا عام ديال السطاج في هذيك الشركه، الا انه قدر يخدم فيها. داكشي اللي خلى حياته تقلب راسا على عقب. تقولوا لي الخوت فين هذا المليونير هذا؟ اصبروا على الخوت، راه باقا القصه، غتكيسوا شويه. بعد عام ديال الخدمه في هذيك الشركه، الى انه قدر يفتح الشركه ديالو براس مال اللي هو نقدروا نقولوا صغير. بالرغم من هذا الشيء كامل، الا ان هاد كريس هذا كان دائما كيعتز بالماضي ديالو، دائما فخور بالماضي ديالو. الى واحد النهار قرر يبيع الشركه ديالو، قرر يبيعها بواحد المقابل اللي الملايين ديال الدولارات. ودابا تقدر الثروه ديالو حوالي واحد 60 مليون دولار. هو واحد المبلغ اللي فشكال بالنسبه لواحد اللي داز من هذا الشيء كامل وتشرد وكان تينعس في الزنقه. بالرغم من هذا الشيء كامل ما نساش الفقر اللي داز منه، ما نساش شحال من حاجه. قرر يستثمر في واحد المشروع اللي كتبلغ القيمه ديالو 50 مليون دولار. وهذا المشروع هذا كيخص الفقراء واللي ما عندهمش، باش يسكنهم، يوكلهم، يدبر لهم على خدمه. ومن الاقوال ديال هاد كريس غارندر يقول هو انا الا كان عندك حلم فخاصك تثبت بيه وتحميه، حيت كاين شي ناس الا فشلوا في تحقيق شي حاجه في الحياه ديالهم حتى انت كيبقاو يحكموا عليك بالفشل. داكشي باش الا بغيتي شي حاجه جري موراها، ما تخليهاش، وما تخليش بنادم يقول لك ديرها ولا ما ديرهاش. دائما تجري مورا الاحلام ديالك. هادشي الخوت تكون عن القصه ديالنا سالات. نبغي نقول لاي واحد اللي عنده شي حاجه، عنده شي حلم، عنده شي امنيه، هو انه يتشبت بها، يجري موراها، يتقاتل عليها، وما تخليش بنادم يحكم عليك. تكون عندك ثقه في الله، وتكون عندك ثقه في النفس ديالك. والخوت تنشكركم وتهلاو لي في راسكم. تشاو.